حبيت اعمل لماما كيكه، فعملت لها كيكه. بصوا طلعت ازاي، سفنجه ما شاء الله عليا، يعني الله اكبر. بصوا سفنجه، بصوا سفنجه، بصوا سفنجه سفنجه، الله اكبر عليا. بعد كل ده نسيت اجيب احط سكر، الله اكبر عليا. بقت عامله زي رغيف العيش، تتحط في الجبن في العسل. يلا بس ماما هتاكلني علقه. نرمين حبت تعمل افتكاسة كيكة، عملت كيكة. فرجوا على الكيكة. نرمين عملت سندوتش او عملت رغيف، تسلم ايديها جميل. بس يعني نرمين ما حطتش فيها سكر. بصوا والله بصوا والله ما عملت في حياتي كيكة زي كده، ما عملتش. بصوا قلبها جميل. طبعا هي بقت ريحتها كلها ايه، بيكنج باودر وبس، مفيش حاجه غير كده، مفيهاش ولا طعم ولا فانيليا. حطت كل حاجه بس ولا حطت زيت ولا سكر. يسكت باباها بقى؟ لا، قومي يا داليا اعملي لي كيك. يا عمي سيبني النهارده الجمعه، سيبني في حالي ابدا. طب قلت له لا، قبل ما دي انا هعمل اختراع جميل كده. رحت مفتته الكيك وحطيت عليها شوكولاته انا عاملاها كاكاو في البيت، عاملاها شوكولاته روعه. اتعالجت دي، مش هتترمي، حرام في الغلاء اللي احنا فيه ده، ما تترميش. يبقى من الكيكه دي عملنا دي عشان حرام. باباها طبعا ما سكتش، احنا عايزين كيكه، لا كيكه فيها سكر واعملي لنا كيكه عظمه. يا عمي ماليش في الكيك، سيبني في حالي ابدا. عملت له دي كيكه برتقال، والله العظيم اول مره يطلع معايا كيكه بالطريقه دي. نقطعها من هنا عشان تبان في الكاميرا، نعملها كده. بصوا بصوا والله في حياتي ما عملت كيكه كده. كيكه دوس عليها تعمل كده، مفيش الكلام ده. يا لهوي ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. اقول لكم السر ايه اللي انا اول مره اعمل كيكه دي، عشان لو واحده فاشله زيي في الحلويات تعمل ايه بقى. انا عملت الكيكه في الصينيه اللي هي مدوره دي، وعادي ممكن تعمليها في صينيه زي دي. عملتها في الصينيه، انا فرن عندي عشان بوتاجازي قديم قوي من ايام واقعد ماشي، ما تقعدش براحتك يعني. البوتاجاز بيسوي من جنب وجنب، لا جنب بيطلع مستوي وجنب يطلع كله عجينه. قلت لا والله انا هسوي بطريقه جديده. جبت صينيه اكبر من الصينيه دي وحطيت فيها ميه سخنه، ورحت منزله يعني بصوا اعتبروا دي الصينيه اللي فيها ميه سخنه، ورحت منزله دي جواها. الميه تكون لحد هنا مش اكتر من كده. ما تقولوش ده ايه ده مش عدم نظافه مني، ده بسبب الميه عملت ملح كده. تمام، تسيبوا الميه كده وتقوموا الميه اللي تكون في الصينيه تكون سخنه، تقوموا منزلين الصينيه الميه توصل للنص، وتسيبوها تغطوها بايه بقى، تعملوا الفوطه يعني كده، تقوموا حاطين الفوطه، تقوموا مغطين الصينيه الكبيره بتاعت الميه السخنه، وتسيبوها على النار لربع ساعه تلت ساعه. الكيكه هتطلع عظمه زي دي، عظمه والله العظيم. اول مره اسوي كده يا بنات، الحقوا ده حصل جديد من ماما دولي. يعني اللي بتفشل في سوى الكيكه حلها عندي على البوتاجاز يا حبايبي، اجروا. لذيذه والله. تسلم اختراعات نرمين اللي خلتني اقوم واتجرأ واعمل الكيكه دي. حطوا لايك. يلا دلوقتي اقول لكم ايه، سلام.